وصفة الاندومي المرة دي جايلنا من واحدة اسمها ايمان فارس. قالت لي هات شيتوس بس ما يكونش مقاطع يعني حاجة شبهه، فجبنا اهو كسرنا شيبس زي ما انتوا شايفين وايه، وقالت لي هات جبنة رومي وجبنة كريمي. وطبعا جبنا الاندومي، قالت لي اسلقه الاول. فسلقنا الاندومي بالشكل ده وتصفينا المية بتاعته وحطيناه في الطبق، وخدنا بس معلقة من مية الاندومي كده عشان لما نيجي نحطه في الميكرويف ونسيح الجبن عليه ما يجفش. وحطينا بهارات الاندومي وقلبناها مع الاندومي. بعدين بدأنا نحط بقى الجبنة الرومي، وبعدين حطينا معلقة جبنة كريمي زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. وبعدين قلبناهم مع بعض ودخلناهم الميكرويف دقيقة ونص. طلعوا بقى بالشكل دوت، الجبنة سايحة فيه خالص. حطينا بقى فوقيها الشيتوس وكان طعمها جميل جدا جدا جدا. متنسوش تحطوا لايك وسلام عليكم.